بنت أمريكية تعطلت عربيتها وهي في مكان مقطوع في نيوجيرسي، واكتشفت إن هي ناسية الشنطة بتاعتها في البيت اللي فيها الموبايل والفلوس، وفضلت واقفة في الطريق مش عارفة إزاي تتصرف. وبالصدفة كان في واحد متشرد بالقرب منها قاعد جنب مقلب زبالة، لاحظ إن هي واقفة لوحديها، قام وقرب منها وقال لها محتاجة مساعدة؟ خافت منه وقالت له لأ، فرجع مكانه. وبعد شوية شافها لسه واقفة في مكانها، فرجع لها تاني وقال لها أنا متأكد إن أنت محتاجة مساعدة، ثقي فيا. وبعد إلحاح شديد منه وخوف منها قالت له إن العربية خلص منها البنزين ومش عارفة تتحرك، ولا معاها فلوس ولا معاها تليفون تكلم حد ينقذها. فالراجل قال لها خلاص خليكي قاعدة في عربيتك وأنا شوية وهجيلك. البنت بتقول أنا بقى خوفي تضاعف وأنا قاعدة في عربيتي مستنية المجهول. لكن بعد نص ساعة رجع الراجل وهو في إيده جيركن فيه بنزين، فتح خزان العربية وحط البنزين فيه وراح لها وهي قاعدة في العربية قال لها أنا آسف ما كانش معايا غير 20 دولار، لكن أعتقد إن هي كافية إنها تمشي العربية ترجعك بيتك سالمة. البنت عينيها دمعت من موقفه معاها وطلبت منه يركب معاها العربية توصل البيت عشان ترجع له الفلوس. قال لها ولا يهمك، هي مش فلوسي أساسا، في شخص اداني الفلوس دي ومشي من غير ما اطلب منه. البنت مشيت وصممت انها لازم ترجع له الفلوس هي وخطيبها، وكمان تجيب له هدوم جديدة. وعرضت قصتها دي على مواقع التواصل الاجتماعي وقدرت تجمع له 100,000 دولار. اشتروا له شقة ومصدر رزق جديد. ضحى بآخر 20 دولار في جيبه فعوضوا ربنا ب100,000 دولار. أحيانا لا يحتاج الرزق سوى إيمان كامل بالإنسانية والعطاء مهما كان.